السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله يا أختي العزيزة. أريدك أن تشرح لي موضوعا هو في غاية الأهمية بالنسبة لي، بل ويشغلني كثيرا منذ فترة طويلة، فهل من الممكن ذلك الآن؟ بالطبع، تحت أمرك يا أختاه. ما هو هذا الموضوع الذي يشغلك؟ أريد أن أعرف الفرق بين كل من الجزء والحزب والربع والثمن في المصحف الشريف. لا بأس يا أختي، لأن الموضوع في غاية البساطة والسهولة إن شاء الله، حيث تبدأ القصة بعد أن تم جمع المصحف الشريف، وأراد علمائنا الأفاضل من وضع نظام يسهل على كل مسلم منا أن يختمه في فترة وجيزة، كما أمرنا الله عز وجل ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وبعد أن تم تجميع القرآن الكريم بالكامل، وجدوه يتكون من 604 صفحة، فكان أول سؤال يطرح نفسه عليهم هو: ما هي الفترة المناسبة لكي يختم فيها كل مسلم ومسلمة المصحف كاملا؟ وبالبحث والتدقيق اتضح أن أنسب فترة هي كل شهر، وهذا بالنسبة للمسلم العادي بالطبع. مضبوط يا أخي، حيث أرى أنا أيضا أن فترة الشهر هي فترة مناسبة لكي أختم فيها القرآن الكريم كاملا. وعلى سبيل المثال، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نختمه فيه مرة على الأقل في هذا الشهر. بل وكل شهر طوال العام يا أخته، وهذا ما تم الاتفاق عليه، ومن هنا جاءت فكرة تقسيم المصحف الشريف إلى 30 جزء، وهذه هي إجابة أول سؤال قمتي بطرحه على منذ قليل. نعم يا أخي، إذا أن تقصد أنه قد تم تقسيم المصحف الشريف إلى 30 جزءا بناء على عدد أيام الشهر، أليس كذلك؟ هو بالفعل كذلك، ولكن عندما نأتي لتقسيم عدد المصحف الذي هو 604 صفحة على 30 جزءا أو 30 يوما، ستجد أن الناتج هو 20 صفحة لكل جزء، وفي نفس الوقت يتبقى 4 صفحات. مضبوط. وما العمل؟ أصبح عدد كل جزء كما ذكرنا 20 صفحة، باستثناء الجزء الأول أضفنا آلية صفحة واحدة فقط، فأصبح الجزء الأول بهذا 21 صفحة بدلا من 20 صفحة، أليس كذلك؟ هو بالفعل كذلك. وأما عن ال3 صفحات الأخرى المتبقية فتمت إضافتهم إلى الجزء الأخير رقم 30، فأصبح بهذا 23 صفحة بدلا من 20 صفحة، أليس كذلك؟ نعم هو كذلك، وهذا بسبب أن الجزء الأخير مملوء بالسور الصغيرة من القرآن الكريم، وأيضا مملوء بالفواصل الكثيرة، فتمت إضافة هذه الصفحات ال3 إلى هذا الجزء الأخير. معنى كلامك يا أخي، وهذا هو الذي فهمته، وهو أن عدد أجزاء المصحف الشريف بالكامل هي 20 صفحة، باستثناء الجزء الأول رقم 1 هو 21 صفحة بدلا من 20 صفحة، والجزء الأخير رقم 30 هو 23 صفحة بدلا من 20 صفحة. تمام، هو كما ذكرت يا أختاه، بارك الله فيك. والآن ننتقل إلى النقطة التالية، وهي أنه عندما بدأ أحدهم في قراءة الجزء الأول من المصحف الشريف في أول يوم من الشهر كما اتفقنا، لم يتمكن من قراءته بالكامل في جلسة واحدة فقط. نعم، لأنني أعتقد أن قراءة جزء بالكامل في جلسة واحدة وليكن بعد صلاة الفجر سوف تكون صعبة إلى حد كبير، وخاصة إذا كان صاحب هذا الجزء لديه عمل ولا يوجد لديه الوقت الكافي لقراءة الجزء بالكامل. نعم، وبناء عليه تم البحث عن طريقة ثانية بخلاف الطريقة الأولى، وهي أن يتم قراءة الجزء على مرتين بدلا من مرة واحدة فقط، حيث تم تقسيم الجزء الواحد إلى نصف ونصف أو حزب وحزب كما يطلقون عليه. حزب وحزب. معنى كلامك هذا يا أخي أن نصف الجزء هو لفظ أو مصطلح الحزب؟ نعم يا أختاه، بالفعل نصف الجزء هو الحزب، وبهذا أصبح لدينا وحتى الآن الجزء الحزب، وأعتقد أن الموضوع وحتى الآن مفهوم كما قلت لك منذ قليل. تمام يا أخي، وهذا معناه أننا لدينا في المصحف الشريف بالكامل 60 حزب، على أساس أن 30 جزء الذي يتكون منهم المصحف في 2 حزب لكل جزء يساوي 60 حزب. تمام، فتح الله عليك يا أختي الحبيبة. ولكن ماذا عن الربع والثمن؟ الربع والثمن فإنه وبناء على التقسيمة الأخيرة حتى الآن، وهي الحزب الذي هو نصف الجزء، فقد خرج علينا نوع ثالث من الناس وقالوا أنهم لن يستطيعوا قراءة الورد الخاص بهم أو الجزء الخاص بهم في جلستين فقط أيضا.
تقصد أنهم لن يستطيعوا قراءة الجزء بالكامل على حزبين. نعم، وماذا فعلوا؟ اتضح أن هناك أعداد كبيرة جدا، ونظرا لظروف عملهم خلال اليوم، فلم يستطيعوا أيضا قراءة الجزء الخاص بهم، لا على 3 جلسات، ولا على 4 جلسات، ولا على 5، ولا على 6، وبناء عليه تم الوصول إلى أقل تقسيمة لتريح بها أكبر عدد ممكن على مدار اليوم الواحد، وهي ما هي؟ هي أن يتم تقسيم الحزب الذي هو نصف الجزء إلى 4 أرباع. الحزب الواحد إلى 4 أرباع. نعم، وطالما أن الحزب الواحد كما تقول إلى 4 أرباع، فإن معنى كلامك أن إجمالي الحزبين 8 أرباع. نعم، وذلك لكي يتمكن أي شخص من المسلمين لو قرأ قبل كل صلاة وبعدها ربع من هذه الأرباع، لتمكن من إنهاء الجزء الخاص به ليس على مدار 5 صلوات في اليوم بل وعلى 4 صلوات فقط، وهذه أقل تقسيمة تم مراعاتها على مدار كل يوم. تمام. وهذا أيضا معناه أن المصحف الشريف به 240 ربع، لأن 30 جزء في 2 حزب تساوى 60 في 8 أرباع في الجزء الواحد يساوى 240 ربع. تمام. وهذا أيضا مع العلم بأنه وكما يوجد 8 أرباع في الجزء الواحد فإنه يوجد أيضا 8 أتمان في الجزء الواحد. لا، أنا لم أفهم هذه النقطة. لا بأس، ولكن للفهم بشكل أسرع سأشرح كلامي لك بمثال عملي. تفضل. فلو قلت لك أننا أمامنا الآن جزء وليكن جزء تبارك والذي يتكون من 20 صفحة، فهذا معناه أن الحزب الواحد يتكون من 10 صفحات. نعم، لأن الحزب كما قلت لي منذ قليل هو نصف الجزء، فيصبح نصف 20 10 صفحات. وفي نفس الوقت لو قسمنا هذا الحزب الذي هو 10 صفحات إلى 4 أرباع، فإن هذا معناه أن كل ربع سوف يتكون من 2.5 صفحة. نعم، لأن 10 على 4 تساوى 2.5. هكذا أنا فهمت، ولكن كيف يكون الثمن يساوي في نفس الوقت الربع كما تقول؟ لو قلت لك أن الجزء الذي يتكون من 20 صفحة وبقسمة 20 صفحة على 8 أتمان، فما هو الناتج في هذه الحالة؟ الناتج هو 20 على 8 يساوي 2.5 أيضا. وهذا هو بالضبط الخطأ الذي يقع فيه أغلبنا، وهو أن الفرق الوحيد بين الربع وبين التمن كما قلت لك هو أن الربع هو ربع الحزب، بينما التمن هو تمن الجزء بالكامل، بمعنى أننا نقول الربع عندما ننسب هذا الربع إلى الحزب فنقول ربع الحزب. تمام. ولكن عندما نقول التمن فإنه يكون تمن الجزء بالكامل، وهذا معناه أن عدد أتمان المصحف الشريف بالكامل هي أيضا 240 تمن، لأن 30 جزء في 8 أتمان تساوى 240 تمن. الآن أنا فهمت. شكرا لك أخي الكريم، بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك. وبارك فيك أخني الحبيبة، ولكن رجاء إن أعجبك الشرح أن تشترك في القناة وتسجل إعجابك بالفيديو وتنشريه حتى نكسب جميعا الأجر إن شاء الله.